معرض الطيارات. طبعا قبل شوي سمعنا صوت مرة يخوف، فحنسأل ايش هذا الصوت، وربي الصوت كأنه في انفجار. فأتوقع ما أدري هم يشغلوا هنا صوت طيران. اسأل عن الصوت. زحمة. المهم قال أن الصوت هذا اللي سمعتوه كانت فيه عرض أو في طيارة تهبط شيء زي كذا، بس الصوت كان مرة قوي. وين عبد الرحمن؟ هذا هو لابس أبيض فصعب إني ألاقيه. على مصنع أو معرض طيارات بوينغ، لأن هم يصنعوها هنا في سياتل، فعندهم معرض. يا هذا الصوت الصوت اللي سمعناه أول كان من الطيارات هذه الحربية أتوقع، قاعدين يسووا شو هنا. بس الصوت أحيانا يطيح ويصدم وتصير بلاوي. تصير قصص لأنهم يطيروا مع بعض ويسووا حركات في الجو فيصير في حوادث. المهم قالوا لنا بعد نص ساعة حتهبط هنا طيارة. هتهبط قال ولا لا، ولا أنا فهمت غلط ولا إيش؟ حس حتهبط كأنه قال 4:15. أميرة صارت ما تفهمهم، تقول لي أنت صرت تفهمهم لما يتكلموا. أيوة أنا صرت ما أفهمهم، يتكلموا بسرعة. المهم فالناس متجمعين هناك زي ما انتم شايفين، ما شاء الله ناس كثير عند المدرج، فيستنوا الهبوط هذا اللي حيصير. شايفين؟ واللي قاعد يسوي بيكنيك هنا، مسوين بيتزا نايت وجايبين أغراضهم قاعدين. راح جاب له بلوفر جديد، هذا حينزرف ترى، هذا من ألواني المفضلة. والله مرة حلو، مكتوب عليه بوينغ عشان يتذكر المكان. وجاب له كمان شاي باله تويكس بس ما أحبه. وجاب له كيت كات. نعم هنا؟ يلا تبي؟ أنا إنسان ما أكل سكريات. آخر برجع لبرات أكبر دايت في الحياة، حروح عند دكتورة أقول لها سوي لي أوه ماي جاد قفلي لي بطني. أمل قالت لي سوي لك بالونة، ما أدري خفت أنا صراحة. قالت لي أنا جربتها ونفعت معاي، ويعني حلو إنه ما تدخلوا أشياء غريبة هرمونات. بسيطة ما نسويها في البيت. لا هذه بالونة تبلعها. أيوة. وبعدين يعبوا لك إياها موية فتاخذ مساحة من المعدة. موجود عندي. فتصير تشبع بسرعة. موجود. بالونة حق عيد ميلاد صح؟ ايوه. حطها خلاص. اليوم اعبيك كذا عشان تحسي نفسك انك خفيفة تطير. والآن دخلنا على معرض الطيارات، وهنا يوريكم أول طيارة بمحرك اخترعوها عام 1903. هذه هي. تعرفوا انه الناس اللي يعني هم اللي بدأوا يخترعوا الطيارة وكذا كم سووا تجربة وكم واحد فيهم مات وكم واحد فيها فشل، والآن احنا يعني اختصروا لنا المشوار، صرنا الحين حرفيا نلف العالم بساعات. تخيلوا، كله بسبب هذول الاشخاص اللي كرسوا حياتهم عشان يسووا لنا هذه الاختراعات الفنانة اللي سهلت حياتنا كثير. عقبال ما يخترعوا شو اسمه جهاز المكياج هذا اللي قلت لكم عليه. اللي يسوي لكم ميك اب ويسوي لكم سكين كير. اوكي هذا هو متحف الطيران. صراحة انا هذه الاماكن ما احبها، ودوني اسواق، ودوني بحر، هنا انا اكيف. اما المدن اللي فيها كذا متاحف ومدري ايش ما احب. الحين مرة انبسط بسياتل، عجبته. انا صراحة ما عجبتني كثير والله مقارنة مع نيويورك. انا اكتشفت اني احب الاسواق نمبر 1، المدن اللي فيها اسواق والمدن اللي فيها بحر كذا وجزر. اوكي بس والله شوفي كيف كان يسوي الطيارة مع السيارة مع هذه. نو واي. هذه يا لولي. هذه قدامك سيارة تطير. هذه لسه لحد الآن ما اخترعوها أحد. ما شفت صراحة سيارة تطير لحد الآن. شفت سيارة تمشي على البحر اوكي، بس
الطيارة تطير لا. كيف طيارة تمشي على حضرنا العرض، شفنا الطيارات كيف تسوي حركات وكذا. المهم اكتشفت انه نظارتي هذه تتأثر بالشمس، كل ما زادت الشمس تغمق. مرة حلوة حبيتها. عبد الرحمن كان يقول لي لا تاخذيها هذه ما تسوي ولا شيء، فانا اخذتها بس عشان لانها فاتحة، فاكتشفت بعدين انها تصير سودة كي تغمق. هذا نوعين من النظارات اذا تشمست وصارت غامقه ما ترجع تفتح. لا تفتح الحين شوي بدأت تفتح. شوفوا الرحمن يبغى يركبنا هذا الشيء، اصلا ما اعرف ايش هو، بس حرفيا خلاط للانسان او شوايه. شوايه انا خايف يجي لي غثيان. يا ويلي، بس ما اعرف هي ايش يعني، ليش تسوي كذا؟ هو يلفلف يعني لما يطير يلفلف بس بزياده هذه. الحين المطار الان خلصنا جولتنا، رحنا معرض الطيارات شفناه كل شيء، رحنا تارجت، رحنا شفنا وين كمان رحنا؟ شارع اللبان المشهور، رحنا شفنا سوق الاكل. يلا اقعدي. المهم ححط الكيس في الشنطه، فقلت اوريكم على السريع الاشياء اللي جبتها من تارجت. اول شيء عبد الرحمن جاب له هذا البلوفر، اوكي حلو وكوزي وشكله يدفي، فمناسب لاجواء البلد اللي المهم بعد كذا للمطبخ اخذت هذه. يا الله عندهم اشياء مره حلوه لديكور البيت، بس تعرفوا يبغى لكم تروحوا سوبر ماركت كثير وتنقوا من كل مكان شيء، انه ما تلاقوا كل شيء في مكان واحد لانه يخلصوه ما شاء الله. بس لقيت كورنر خريفي هذا، جبت من عندهم هذه المنشفه، حسيت يا ربي حلوة. انا ابغى هذه السياره تشبك على هذا كيتشن تاول. بابك مفتوحه ميرو. قول والله. اوكي كذا شكلها الين خلاص. اوكي هذه احطها على الفرن مثلا، حلو. بعدين جبت هذا اللي هو فاست هايدريشن انرجي. ليش انرجي؟ ما نبغى انرجي ولا نبغى انرجي. شوجر فري. اعطيني هذه. يعطيكم ترطيب سريع للجسم بطعم الكيوي والفراولة. بعدين جبت هذول الشاي اللي قلت لكم عليه بالخوخ والبيتش المانجو. حلو انه فيها انترنت، وفي قطع من البيتش كمان، كافيين فري وبدون منكهات. اوكي حبيت. اوكي. وبعدين جبت الين هذه التنورة، حبيتها، حسيتها كذا قماشها حلو. يلا مشينا. بس احس على الين خصرها مرة كبير، والمشكلة انه مطاط بس جاي من جهة واحدة. فيا هذه التنورة. بعدين الين جابت هذا اللي هو لصقات. والله بنزين عندهم غالي هنا، عندهم كل شيء غالي والله. مدينة تخيلوا هذه الاشياء كلها طلعت يمكن 650 درهم. تخيلوا. وات قاعد يقول عبد الرحمن وين في الامارات قاعد 650؟ والله لا اشتري مليون الف شيء. اي والله ما غالي البلد حقهم والله غالية. يعني تخيلوا هذا وريتكم انا صح، لسه ما خلصت. اوكي في بعض اشياء، في كمان 3 اشياء، بس تحسوا هل هذا الشيء تستاهل 650؟ لا انا احس لا. المهم جبت هذا العطر سبراي توايس تو فريجرنس سبيس. اوكي خلونا نجرب. اوه واو، ريحة خريف، ريحة تفاح وسينما. لا ريحته تعرفي ايش؟ ويقطين. لا didn't you smell this؟ هذا ايش اسمه؟ smell it. It smells like vanilla. I know this smell. مو عنبر. this smells like عبد الرحمن مرة مو عنبر عبد الرحمن، سينابون. سينامون، كله سينامون. ريحة خريفية هذه، تشبه ريحة الشموع. بعدين جبت هذا الشيء، هو صراحة أنا استخدمه للديكور، بس أحيانا أغسل فيه مغسلة الصحون. شوفوا كيف شكله مرة حلو. وآخر شيء جبته هو هذا الشيء اللي دائما أشوفه في التيك توك، لما كذا يسووا مثلا يشتغلوا الشمعة يكون عندهم شيء زي كذا. حاولت أدور عليه في أمازون ما لقيته. حلوة يا أخي. فيا لقيته في السوبر ماركت عندهم موجود. ريحته مرة جنة يا. فهذه المشتريات اللي جبناها. أنا كنت بشيك على الفاتورة إيش أغلى شيء، ليش طلع هذا المبلغ؟ في شيء. وبعدين عندهم ضريبة كذا، تنصدم أنت بسعر، وبعدين لما تشتري تنصدم في شيء في شيء ب$70. كذابة.
والله العظيم. هو هذا هو هذا اللي ب$70. ايش هو ده؟ شامبيون. الشاي، شكل الشاي. تمزحي والله الواحد $35. ليه كذا غالي الشاي؟ هو هذا سبب الغلا. والله استهبل. هذا $70 كم يعني؟ يعني لا $35 كم يعني؟ 35 يعني 150. هذا ب150. Are they crazy؟ 5 حبات بس. والله لو كنت تدري كان رجعته، كان تنزل فاتورة كثير. والله $100 حيكون كله الاوردر حقنا. لانه باقي الاشياء عبد الرحمن $16. انا اللبس حقي ب 35. في شيء $5. شوفي احسن شيء الواحد يقعد في بيته ما ينزل والله. لا 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 ترى مو الشاي يا جماعة. شوفوا اكتشفت، اوه ماي جاد، نصب علينا الرجال الكاشير نصب علينا. شوفوا هذا البلوفر طلع الشاي اصلا مو ب70. شوفوا هذه تشامبيون مكتوب، هذه حق عبد الرحمن بلوفر. اوكي سعره ب35. اخذنا حبة، حسب لنا 2. شوفوا النصبة، شايفين؟ وانا اقول ليش الفاتورة طلعت عالية. حسبوا 2 الغبي. لا ما حسب ابيض في يدك. كيف يعني حسب الابيض في يدك؟ هذاك سعره ثاني. هو نصب علينا. انت كنت اصلا سايبه من زمان يعني، بعدين لما يحسب احد يجيب الباركود كذا يحطه. صح. هذا نصب علينا ومسوي نفسه طيب. قلت له عادي حط السله هنا، قال لي يس اوف كورس. حسبي الله ونعم الوكيل. تعرفوا انه انا ما اراجع الفواتير ابدا ما اراجع الفواتير، بس هذول يبغى لهم واحد يراجع من وراهم. يعني زود علينا 150 يمكن كذا. الله لا يسامحه فيها يا رب، ما يتهنى فيها. لا اذا هو بتعمد لا الله لا يهنيه. اي والله تصير يعني. انا هسه متعمد. احنا وصلنا المطار وعبد الرحمن حطنا هنا احنا واغراضنا، قاعدين نحرس الاغراض. الحمد لله لقينا لنا كرسي، قاعدين طهمجنا الفواكه كلها، خلصناها. خلصنا الكرز، خلصنا الخوخ، كل شيء اشتريناه امس واليوم خلصناه الحمد لله. وكويس انه جاكيت إلين كان موجود كذا في السيارة، لانه واحنا قاعدين كذا فجأة صار هوا بارد، فلبست الجاكيت. قاعدة اعطيتها نيت، قاعدة على الجوال. باقي الحين هذا كيس تارجت اللي وريتكم اياه، بعدين لما ندخل المطار راح احطه في الشنطة وبس والله. وطيارتنا اليوم ان شاء الله الساعة 8:30 اتوقع او 9، انا بالضبط ما اعرف ناسية. والطريق حيكون 2:30 لين ما نوصل وجهتنا الغريبة. طبعا المدينة اللي حنروحها اتوقع انها ابرد من هذه، مفروض انها تكون ابرد من هذه. فجاكيتاتنا واغراضنا حطيتها في الشنطة الصغيرة حتدخل معنا الطيارة عشان نلبسها لما نوصل. عبد الرحمن ما استأجر سيارة هناك. وش كمان هنمشي يعني، بس الفندق اللي اخذناه يبعد عن المطار اتوقع 5 دقائق مشي. تخيلوا مو بعيد، بس لانه اغراضنا كثير فما حنقدر نمشي. الكراسي كمان عبد الرحمن قدر يغيرها، خلاني انا ولين بجنب بعض، بس ما قدر يغير حق الكرسي. يعني هو حيكون ورانا في النص، وانا وإلين في النص وانا في الطرف، وفي احد جنبنا حيكون جنب الشباك. فما ادري اذا عبد الرحمن كان ورانا يعني الكرسي حقه بجنب الشباك كنا قدرنا نتبادل مع الشخص اللي قاعد معانا، بس بما انه عبد الرحمن كرسيه في النص فمستحيل يوافق. يعني هل في شخص يسيب كرسي اللي بجنب الشباك ويقعد في النص؟ اكيد لا. فشكلنا اليوم حنقضيها واحد بجنبنا. احب من وصل سلم السيارة، والآن احنا في المطار. حركتنا المعتادة ايش لازم نسوي؟ نوزن الشنط عشان ما تكون زيادة عن 32. تعرفوا كم مسموح هنا في الطيران في أجوبة أمريكا؟ 23 كيلو لكل شنطة. مستهبلين 23. اي بس احنا شنطنا كلها 32 فيدفعونا اكسترا. اي مو يدفعونا اكسترا، دبل اكسترا. اي بس هم مجانين. ايش 23 كل شنطة؟ ابوها كذا حط شنط كثيره 23 ولا تحط واحده 32 يطلع ارخص. فهمتي؟ يعني عادي اجيب 5 شنط بس 23 كل واحده؟ ايوه افضل من انك تجيبي 2 او 3 32. او هذا يبغى لها كيلو. عندي كيلو في يدي هذه. والله والله اديني هو كذا كيلو زي ما هو.
اوه اقل اكثر. وين اصعب مهمة انه تخلصنا من الشنط، واخيرا كان عندنا وزن زايد دفعنا كل رحلة، ترى داخلين ندفع وزن زايد كل رحلة حوالي كذا 1500 درهم شيء زي كذا، لأنه مسموح عندهم 23 كيلو، فإحنا يصير عندنا 32 كيلو في كل شنطة. الحين للتفتيش، تفتيش قبل الطيارة. عندهم مرة تفتيش يطول، فدائما الرحلات عندهم الداخلية لازم تكونوا قبلها بوقت، كل شيء عندهم يطول. حتى السيارة عشان أرجع عبد الرحمن أخذ تقريبا 25 دقيقة، تخيلوا، عشان يرجعها ويجي لي المطار. حطنا في المطار قاعدة نستناه. أوكي وصلنا أخيرا. نقول إلى اللقاء سياتل. أحس إنه ما حرجع لها مرة ثانية، عندي إحساس كذا. عبد الرحمن أفتكر إني قلت نفس الكلام على أورلاندو. أنت رجعتنا عليها عشان الرحلة الكروز. ما تدري يمكن نرجع لها لا يعني إذا كانت بإرادتي ما راح أرجع. أنا والله لو قلت لي أجي مرة ثانية، يعني هي بعيدة، بس لو كانت قريبة من الإمارات بقول لك هي عادي، هي حلوة عندك. أنا ما حبيت. شايفين قاعدين نجري قاعدين نجري، اكتشفنا البوابة مرة بعيدة، وعشان نوصل لها لازم ناخد القطار. يا ويلي يا سواد ليلي. عندنا البوردنج، عندنا كل شيء، بس لازم الحين ندخل البوابة. أوه وي وي وي. أخيرا وصلنا، وربي لو تشوفوا كيف قاعدين نجري زي الهبل. راح أقعد أنا. يوم طلع فيها قطار ثاني، تخيلوا طلعنا الأول وحنا الثاني. لا هذا مطار مجنون والله، والله مطار مجنون. نروح نقعد هنا أنا ولولي. هذا المطار متاهة، يعني أنا لو رحت سافرت لوحدي مستحيل ألحق على أي شيء. الآن في ممر السعادة للمرة المليار. لسه يمكن حنركب 4 طيارات. الله يستر ايش صاير. المهم انا نفسي اعرف كم طياره ركبنا في حياتنا، كم طياره ركبنا في حياتنا. بعدين 3. والله اني تعبت خلاص، احس سفريات هذا ابو يومين مره متعبه والله. راح نودع عبد الرحمن لانه ما حنشوفه، والمشكله ما ولا حنقدر ناكل ولا حنقدر نسوي. لا ما حصلت حجز كراسي زي جنب بعض. يا بس الحمد لله ما حصلت ولا هم يختاروا على كيفهم؟ لا ما حصلت والله. انا على بالي هم يختاروا على كيفهم. ما هو لما ما يكون في حجز هم بعدين يحطوك على كيفهم. اوكي. لا كأنها طيارة مرة صغيرة عبد الرحمن. هي طيارة صغيرة. والله تخوف، والله تخوف الطيارة، ايش بك كذا صغيرة. وش هذا يمشي تحتنا هنا كمان. الله يستر. هاي عليك، والله ضبطنا الرجال. تخيلوا اكتشفنا الآن انه احنا بجنب بعض، تخيلوا الصدفة. الله يسعده من جد والله. عليك والله الحمد لله. احسن شيء صار اننا بجنب بعض قاعدين، وغيروا الكراسي خلوها قدام، يعني احنا ورا البزنس على طول. تخيلوا، ولا هو مكاننا اصلا ورا، لانه دائما ورا البزنس يكون اوسع شيء. مو بس كذا، او حتى غالي. عبد الرحمن كان يبي يحجز هنا بس ما قدر، فحطونا. شوفوا كراسينا كيف كانت، انا في النص وإيلين وراي في النص وعبد الرحمن وراي في النص كذا 3. مو ورا بعض كمان، اخر انا بعيد كمان. بعدين اليوم الصباح عبد الرحمن غير ما ادري كيف، طلعت انا وإيلين جنب بعض، والان اكتشفنا انه كلنا اشتريت تذاكر المكان الغالي، بس مو هنا اللي ورا شويه، قاموا نقلونا هم هنا بنفسهم. حلو، حطونا بجنب بعض. والله وانا شلت هم وقلت اوف حقعد مع مين بيكون جنبي وما ادري ايه. قاعدة تسوي دراما. ما سوي دراما. سيارة عليها ديون. شوفوا بالله، شوفوا هذا مكسور هنا. ان شاء الله بس نوصل بالسلامة يا رب، هذا اهم شيء. حسيتها كذا متهالكة قاعدة. والله الطيارة مرة متهالكة. ايوه وقال لي هذا بزنس كلاس. والله المكان اللي احنا حنروح له ما حد يروحه اصلا. ايه مكان غريب، حنروح مكان المغامرون والرحالة حرفيا.
خمنوا، قولوا لنا وين تتوقعوا احنا ما حنسافر. حيعرفوا. يبدأ هذه المرة بحرف ال. تحداكم. ولاية أمريكية، أوكي؟ ولاية أمريكية بس ما في أحد يروحها أبدا. اعطيهم اول حرف. لا. اول حرف 1000 واخر حرف 1000. خمنوا يلا. اتوقع كذا الركاب خلصوا ما شاء الله تبارك الرحمن. الرحلة شكلها مفللة، مليون واحد دخل. قلت ايش الطيارة هذه شكلها توسع 200 شخص. اوكي هذه الطيارة الحين ولا ايش؟ ما فهمت هذه الطيارة ولا لا. قاعد يسألهم أسئلة هم يجاوبوا. 2 hours 11 minutes. I brought the plane down from Sitka this morning. A little bit of bumps at 35,000 feet. I'm hoping all that is gone. I try to keep the seatbelt sign off as much as I possibly can. If I turn it on and you are in the aisle using the restroom, please quickly get done what you need to do. Get back. هتكون مدة ساعتين 11 دقيقة. يلا دعواتكم إن شاء الله نوصل بالسلامة. كم قال درجة الحرارة هنا؟ 63. والله ما أدري. أسأل ChatGPT 63 كم يعني؟ ما أسأل ChatGPT ولا حاجة، أنا أشوف عندي 63 30 قال. ده حقتهم هذا فahrenheit. لا 63. شو اسمه كمان قال لنا درجة أنا الحرارة حيكون في مطر. 14 تخيلوا. لا ما حيكون في مطر. قال لنا في مطر والله. ما عليك. أول مرة أشوف الطيارة يتكلم عن الركاب بالعادة، يعني المضيف يتكلم. حسست أنا مدرس. طلع سولف معانا سلم علينا ومدري إيش، بعدين كتب والباب حقه كل شوي مفتوح الحين لا يدخل له أحد ولا شيء. يلا قفلوا الباب هذا بسرعة قفلوه. بس أنا كل ما يدخل أحد من الركاب أشوف هل كذا طبيعي مو طبيعي، هل في فصلة، هل في تعرفوا عندهم. تخيلوا كنا في سوبر ماركت في المطار قبل ما ندخل بوابة، كان عندنا أجلوا الرحلة يمكن ربع ساعة، ما قال يلا خلينا ناخذ أي شيء. فدخلنا أخذنا ساندويتش مدري إيش، والحرمة اللي تحاسب يعني طلعت من عمان. فكيف هي عرفت إننا عرب؟ عبد الرحمن قال كيف عرفت إننا عرب؟ نتكلم عربي قدامها. المهم علينا. عبد الرحمن قال أنا ما أقدر أكل قدام الناس. قلت له كل من ورا الناس. قامت ضحكت فقعدت تسولف قالت أنا من عمان ومدري إيش. سلمنا على بعض تعرفنا على بعض وكانت مرة مبسوطة. قالت أخيرا شفت يعني عرب وكذا. المهم بعدين خلاص حسبنا وكل شيء. كان في جروب بعدنا ثاني، مو جروب، ناس اشتروا. فالكاشير حقهم لما يبي يحاسبوا قام كذا بقوة ضرب على الماكينة حق الحساب هذا كذا وصرخ وراح دخل جوا. قلت أو ماي جاد. فهي راحت تهديه وتعتذر للناس وتقول لهم آسفة إنه حصل كذا ومدري. قلت لها الله يكون في عونك. هلو يا اوكي.